السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة تاني مع البارتس اوف سبيتش وسيشن 3. يلا بينا نبدأ مراجعة على الحصة الماضية، وخدنا فيها الناون، خدنا فيها the noun and the pronoun، الاسم والضمير، ومعامنا جملة هنشوف فيها كده. يلا معايا الناون والبروناون الموجودين في هذه الجملة. هنا underline the nouns and pronouns in these two sentences. ضع خط تحت الناون and the pronoun والضمير في هذه الجملة. She has a cat. Its tail is long. تعالى كده نشوف فين الناون في الجملة دي معايا. A cat is a noun. Excellent. Tail is a noun. Cat is a noun. وقلنا ال N دي اختصار لكلمة noun، بنكتبها على cat وتيل. cat يعني قطة، وتيل معناها ذيل، والاتنين nouns. طيب في nouns تاني في الجملة دي؟ لا مفيش. طيب تعال نشوف the pronoun، الضمير الموجود في الجملة. she is a pronoun، ضمير فاعل، اختصارها حرف PRO، اختصار لكلمة pronoun. ايه تاني؟ its is a pronoun. well done، برافو. she ضمير فاعل، و its ضمير صفة ملكية. يبقى نقول تاني الجملة دي مع بعض. she has a cat. its tail is long. شرحنا في الحصة الماضية the noun and the pronoun، الضمير والاسم. she is a pronoun. she دي ضمير فاعل، و its برضو pronoun، ضمير صفة ملكية. cat is a noun. tail is a noun. طيب تعال نشوف جملة نمبر 2. زياد plays football in the club. تعال نشوف الناون هنا. football كرة قدم is a noun. club is a noun. في ناونز تاني في الجملة دي؟ أيوة، زياد ده ناون. طب إيه نوع الناون ده؟ اسم proper noun، اسم إنسان، اسم علم. football اسم شيء. club اسم مكان. excellent. يبقى احنا خدنا الحصتين اللي فاتوا، خدنا الناون والبروناون اللي هو الاسم والضمير. تعال نكمل مع بعض باقي أجزاء الكلام ال8. هناخد رقم 3 في أجزاء الكلام اللي هو the verb، الفعل. والفعل ده من أهم أجزاء الكلام، لأنه مفيش جملة تنفع تكون سليمة وصحيحة بدون الفعل. الفعل ده أساسي ومهم جدا في أي جملة، ولا تصح الجملة بدونه. عندنا في الفيربس في اللغة الإنجليزية نوعان: main verb and helping verb. فعل أساسي وفعل مساعد. يعني إيه فعل أساسي؟ يعني فعل بيكون أساسي في الجملة. يعني لما يكون فعل وحيد في الجملة ده بنسميه فعل أساسي، لأن هنعرف بعد كده إن الجملة ممكن نلاقي فيها أكتر من فعل، وبيكون فيها في الحالة دي فعل بيكون أساسي وفعل تاني بيكون مساعد، وهنعرف الأفعال المساعدة بالتفصيل في حصص قادمة. تعال في الأفعال الأساسية. يعني إيه فعل أصلا؟ تعريف كلمة ناون. الناون هو ما يقوم به الفاعل، أو أي كلمة تدل على حدوث فعل أو حركة action. A word which refers to an action، كلمة تشير إلى حدوث فعل أو حركة، زي الفعل play يلعب، زي الفعل run يجري، زي الفعل eat يأكل،
زي الفعل study يذاكر، كلها دي أفعال. تعال بقى للنوع التاني من الأفعال اللي هو الفعل المساعد، وهم ثلاثة أنواع أو ثلاثة مجموعات رئيسية من الهيلبنج فيربس، وسوف نقوم بدراستهم بالتفصيل في حصص قادمة. وهي verb to be اللي هو فعل يكون، verb to do اللي هو فعل يفعل، verb to have اللي هو فعل يملك. ودول هناخدهم بالتفصيل في حصص قادمة. وفي نوع آخر من الأفعال أيضا اسمه الموديل فيربس اللي هي الأفعال الناقصة، ودي برضو هنتكلم عليها فيما بعد. طيب تعال نشوف المثال ده ونحدد الصفة، نحدد الفعل في هذه الجملة. We eat eggs for breakfast. فين الفعل هنا يا ترى؟ طيب تعال نمسك كلمة كلمة كده. We is a pronoun، ضمير subject pronoun، ضمير فاعل. نحن قلنا دايما ضمير الفاعل بيجي في أول الجملة. eat هنا يأكل، يبقى دي verb، والverb على فكرة اختصاره حرف الفي، بنكتب حرف الفي كده اختصار كلمة verb يعني فعل. eggs بيض، دي noun. for دي حرف جر هناخدها في الحصة اللي جاية أعتقد أو اللي بعدها. breakfast إفطار، وجبة فطار، دي noun. يبقى فين الفعل في الجملة دي؟ eat. excellent. طيب تعال نشوف الجملة اللي بعدها. أحمد watches TV in the morning. أحمد يشاهد التلفاز in the evening في المساء. نمسك كده. أحمد is a noun، اسم علم proper noun. watches is a verb. excellent. watch هنا بمعنى يشاهد، دي verb. طيب TV اللي هي اختصار كلمة تلفزيون اللي هو جهاز التلفاز، دي طبعا noun. in يعني في، دي preposition حرف جر لسه هناخدها في الحصة اللي جاية واللي بعدها. the evening دي ظرف برضو هناخده فيما بعد في الحصة اللي جاية إن شاء الله أو اللي بعدها. يبقى هنا اتكلمنا احنا دلوقتي على الفيرب، وقلنا في نوعين من الفيربس، نوعين من الأفعال. من فيرب يعني فعل أساسي، وهيلبنج فيرب يعني فعل مساعد. يعني ايه فعل أساسي؟ لما بيكون الفعل لوحده في الجملة بنسميه فعل أساسي. لما في بعض الأفعال بقى بنسميها أفعال مساعدة، وهندرسها بالتفصيل مع بعض في حصص قادمة، وهي verb to be و verb to do و verb to have والموديل verbs، وهنتكلم عنهم بالتفصيل فيما بعد. تعال نشوف طيب الجملة اللي هنحدد فيها الفعل قلناها من شوية. we eat eggs for breakfast. فين الفعل في الجملة دي؟ نحن نأكل البيض في وجبة الإفطار. eat يأكل. excellent. eat هنا is a verb. تعالى في الجملة الثانية. أحمد watches TV in the evening. أحمد يشاهد التلفاز في المساء. فين الفعل هنا يا ترى؟ watches. excellent. watch هنا is a verb. خلاص كده يبقى خلصنا كده رقم 3 في البارتس اوف سبيتش اللي هو the verb. تعالى بقى في رقم 4 في البارتس اوف سبيتش اللي هو the adjective. يعني ايه adjective؟ يعني الصفة. يعني ايه صفة؟ لما نيجي نعرف الصفة في الإنجليزية بنقول a word which describes a noun. لما نيجي نوصف اسم بأي كلمة بنسميها صفة. الكلمة التي تصف الاسم دي بنسميها صفة. ودايما الصفة بتيجي في الجملة يا إما بعد فعل يكون اللي هو am أو is أو are، يا إما قبل الاسم، مش بعد الاسم، قبل الاسم. طيب عندنا أمثلة لصفات big كبير، tall طويل، fat ثمين أو تخين يعني، small صغير أو رفيع صغير، hungry جائع. طيب نشوف أمثلة على الصفات دي. the elephant is big يعني الفيل ضخم. big هنا بتصف
الإليفنت، وجت هنا بعد is ده فعل يكون. تمام. Ali is tall. Ali is tall. tall هنا is an adjective وصفت الناون Ali، لأن قلنا الصفة بتصف الاسم، وهنا جت بعد إيه؟ بعد is بتيجي دايما بعد فعل يكون. الصفة بتيجي دايما يا إما بعد فعل يكون يا إما قبل الاسم. She is fat. fat هنا بمعنى تخين. fat وصفت الفاعل she. The ant is small. small هنا is an adjective صفة، وبرضو كلمة small وصفت الفاعل the ant النملة صغيرة. I'm hungry. hungry هنا is an adjective أنا جائع. hungry هنا وصفت الضمير I. مثلا مثال تاني I live in a big house. أنا أعيش في منزل كبير. فين الصفة هنا؟ big. وهاوس هنا إيه؟ big هنا adjective وهاوس noun. ينفع نقول house big؟ لا، دايما الصفة تيجي قبل الاسم مش بعد الاسم. big house منزل كبير. تمام كده؟ يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على الجزء الرابع من البارتس اوف سبيتش اللي هي the adjective، وقلنا الصفة هي كلمة تصف الاسم ودائما ما تأتي قبل الاسم. تمام. the elephant is big. big هنا adjective وصفت the elephant. tall Ali is tall. tall هنا is an adjective وصفت الاسم Ali. she is fat. fat is an adjective وصفت الضمير she. the ant is small. small هنا is an adjective وصفت النون the ant. I'm hungry. hungry هنا is an adjective وصفت الضمير I. طيب تعال ناخد بعض الأمثلة على الناون الاسم والبروناون الضمير والفيرب الفعل والادجكتيف الصفة. دول البارتس اوف سبيتش اللي احنا درسناهم حتى الآن. هنا بيقول لك find the verb اللي هي اختصارها V, the noun اختصارها حرف ال N, the preposition أو البروناون سوري الضمير and the adjective والصفة. أوجد الفعل والاسم والضمير والصفة الموجودين في هذه الجمل. The elephant is fat and has a big trunk. The elephant here is a noun. Is a verb. Fat fat is an adjective صفة. Has is a verb. Big also is an adjective صفة. trunk يعني بنقول عليها زلومة اللي هي زلومة الفيل أو الخرطوم بتاع الفيل، دي برضو noun. يبقى elephant is a noun. elephant هنا اسم. is verb فعل. fat adjective صفة. has the verb فعل. big adjective يعني صفة. big هنا معناها كبير. is an adjective يعني صفة. يبقى هنا fat بتصف the elephant وbig بتصف the trunk اللي هو خرطوم الفيل أو الزلومة بتاعة الفيل. تعال نشوف المثال التاني. He speaks English with his clever sister. He speaks English with his clever sister. He is a pronoun ضمير. speaks يتحدث is a verb. excellent. English is a noun. اسم. clever is an adjective. sister دي noun اسم. يبقى he ضمير. speaks verb. English noun. clever adjective.
sister noun. pronoun يعني ضمير. pronoun يعني ضمير فاعل he. speaks يتحدث دي verb فعل. English دي noun يعني اللغة الإنجليزية دي اسم. clever معناها شاطر أو ماهر دي an adjective يعني صفة. sister is a noun يعني اسم. وكده بنكون وصلنا لنهاية السيشن 3. يعني وصلنا كده لنهاية الحصة الثالثة من البارتس اوف سبيتش. أتمنى تكونوا فهمتوا اللي خدناه النهاردة أو اللي درسناه النهاردة، اللي هو the verb and the adjective، الفعل والصفة. وما تنسوش تدعمونا بلايك ومشاركة القناة لكي نستطيع أن تصل القناة إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب إذا أعجبك الحلقة طبعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.